يا مساء الخيرات. كلنا بنعرف نستخدم الأجهزة، المعدات، العربيات، الحاجات اللي فيها مواتير. كلنا بنعرف نستخدمها، بس يا ترى قد إيه مننا بيعرف يحافظ على الأجهزة دي، يستخدمها الاستخدام الصح؟ ما أعتقدش كتير، صح؟ طب كم واحد مننا بيعرف أو بيهتم إنه بيقرأ الكتيب الصغير اللي بيجي مع الجهاز؟ برضه ما أعتقدش كتير. صديقي الصدوق، صديقتي الصدوقة، تابعني في الفيديو ده عشان أقول لك تركاية صغيرة قوي بتعدي علينا كلنا، نقدر نوفر منها فلوس كتير تكاد تكون بالآلاف كل سنة بنصرفها واحنا مش واخدين بالنا. عشان ما تضيعش وقتك، أي معدة، أي جهاز، أي حاجة فيها موتور أو فيها حركة بتعتمد في شغلها مش على زرار يشغل وزرار يطفي، لا، بتعتمد على ميكانيزم بيحركها. الكلام ده في كل حاجة، الكلام ده في كل حاجة، من أول مضرب البيض اليدوي بتاع زمان اللي فيه كتير جدا ما شافوهوش، لغاية العربية، لغاية جوزك نفسه. لو ما عرفتيش ايه اللي في دماغه او ايه اللي بيتم تحت الكفر ده مش هتعرف تحافظي عليه، فما بالك بمعدة ولا جهاز صغير غلبان أصم بتقرصي عليه لغاية لما تجيبي آخره. تعالي بس، تعالي ما تتقمصيش، أنا بفهمك والله. كل جهاز في الدنيا زي ما قلت لك ليه ميكانيزم، لما أفهم الميكانيزم ده بيشتغل إزاي هعرف أحافظ عليه. تعالي أديكي مثال صغير قوي. كلنا عندنا خلاطات، الخلاط بتاع العصير ده عارفة، كلنا بنعرف بنصرف على الخلاط ده سنويا أكتر من ربع ثمنه. ليه؟ لأننا بنغلط غلطة بسيطة جدا. احنا بنطفي الخلاط ونرفع الدورق بتاعه على طول، ما بيكونش الميكانيزم لسه وقف، فبالتالي الميكانيزم بياكل في بعضه، اللي هي الكاوتشة اللي موجودة في الخلاط والسكينة اللي موجودة في الدورق بياكلوا في بعض فبيتكسروا، فبضطر ان انا كل شهر ولا شهرين انزل الخلاط اللي بتاع الصيانة يصلح، يغير الحتت اللي باظت. ده الخلاط، فما بالك بحاجة أكبر من كده، الغسالة مثلا، التلاجة، العربية. كم واحدة، كم سيدة فاضلة بتعرف هو أنا لما بجيب التاني إيه اللي بيحصل في الفتيس تحت؟ ما أعتقدش إنه كتير، صح؟ ومع ذلك طالما العربية ماشية أبقى أنا كده تمام. لا يا فندم، الموضوع مش كده. أنت ممكن تبقى العربية ماشية معاكي زي الفل بس تقع منك مرة واحدة. ليه؟ لأنك بتهرسي الميكانيزم بتاعها. الموضوع كله محتاج لمعرفة بسيطة قوي. هو ايه اللي بيحصل لما بعمل كذا؟ هو ده اللي بيخلينا ندفع فلوس كتير قوي 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 قوي. لو طبقت الكلام ده مش هتخسري حاجة، بالعكس انت هتحافظي على حاجتك من اول الخلاط لغاية، لا مش العربية، ده يمكن جوزك كمان هتعرفي تحافظي عليه. يا رب أكون فدتكم. سلام عليكم.